واش بصح كاس إفريقيا مازال ما عندهاش بطل معترف به بشكل قانوني؟ واش الكاف حبست المصادقة على اللقب وخلاته معلق في المكاتب ديالها؟ وعلاش لحدود الساعة مازال ما اعترفتش به نهائيا ولا اعترفت بالمنتخب السنغالي؟ علاش التسريبات اللي خرجت اليوم كتقول باللي كاين فيديوهات سرية ما تشافتش كيبان فيها مدرب السنغال كيامر اللاعبين باش يخرجوا من التيران وما يكملوش الماتش بشكل نهائي؟ واش التقرير ديال الحكم فعلا ذكر فيه ان التوقف فات 15 دقيقة بسبب رفض الرجوع للملعب؟ واش هاد الجملة الصغيرة اللي زاد الحكم تقدر تقلب النتيجة ديال النهائي القاري بشكل كامل؟ وعلاش المسؤولين داخل الكاف حاليا منقسمين بين جوج تيارات، تيار باغي يثبت اللقب للسنغال وتيار آخر باغي يطبق القانون بالحرف ومشغول في حتى واحد؟ واش فعلا كاين ضغط مغربي قوي داخل الكواليس باش يتفتح الملف ديال الانسحاب بشكل رسمي؟ واش نقدروا نفيقوا في شي صباح ونلقاو القرار تبدل واللقب تحطت عليه علامة استفهام كبيرة؟ هادشي كامل غادي نجاوبوا عليه بالحرف وغادي نكشفوا لكم هنا في انسكوبيكس على اخطر التسريبات اللي خرجت في الساعات القليله من مقر الكاف بالقاهره. غير كمل الفيديو حتى الخير. اختبار قانوني كبير كتعيش الكاف هاد الايام. في الساعات الاخيره خرجت اخطر التسريبات اللي غادا تكون صادمه لبزاف ديال الناس، هو ان الاتحاد الافريقي لكره القدم ما صادقش حدود الساعه وبشكل رسمي على نتيجه المباراه النهائيه، وما صادقش عليها حتى في السجلات الاداريه ديالو. فشنو كيعني هذا الكلام؟ كيعني أن السنغال تسلمت الكاس، داروا احتفالات، داروا صور، ولكن في الكواليس القانونية اللقب مازال معلق. وهنا كيطرح سؤال خطير جدا، إلا كانت النتيجة محسومة رياضيا علاش ما بغاتش الكاف دير المصادقة الإدارية النهائية وتعلن على فائز بلقب 2025 بالمغرب؟ الجواب اللي كشفناه ببساطة هو أنه كاين ملف أسود مفتوح، وهذا الملف هو اللي مخلي الكاف دايرة التجميل لعملية الاعتراف، لدرجة أن حتى التهنئة المعتادة ديال الكاف للفائز مازال ما دارتهاش لحدود الساعة. النقطة الثانية والأخطر حسب التسريبات الحصرية اللي خرجت كتقول أنه كاينين فيديوهات ما تشافوش في التلفازة كتبين أن المدرب ديال السنغال هو اللي كيطالب اللاعبين ديالو بشكل صريح أنهم يغادروا الملعب وما يكملوش المباراة. يعني هاد العملية ما كانتش احتجاج عفوي بل كانت أوامر عليا بالانسحاب. وهنا فين القضية ولات قانونية 100% ماشي كروية، حيث القانون ديال الكاف واضح وكيعاقب بالخسارة 3-0 لأي فريق كينسحب بأمر من الجهاز الفني. يعني المسألة تقدر تولي سحب لقب ماشي غير عقوبة. زائد التقرير ديال الحكم جون جاك نيدالا اللي دار واحد الجملة خطيرة جدا قلبات جميع الموازين واللي ممكن تكون هي الخيط الذهبي للمغرب. الحكم كتب بوضوح أن التوقف دام أكثر من 15 دقيقة بسبب رفض العودة للملعب، وهذه العبارة بالضبط في قانون الكاف كتعني الانسحاب الرسمي. واش الحكم كتبها بعفوية ولا كان عارف أن هذه الجملة هي اللي غتفرقع الرومانة قانونيا؟ وحسب مصادرنا في انسكوبيكس دابا نايضة حرب باردة داخل الكاف بين جوج تيارات، تيار التهدئة اللي باغي يخلي اللقب للسنغال ويعاقب المدرب واللاعبين باش ما تعاش الفتنة، وتيار القانون اللي باغي يطبق اللائحة بصرامة ويسحب اللقب باش ما توليش فوضى في افريقيا واي فريق يخسر ينسحب. المغرب وعقل الجامعة الملكية واقف على القرص وكيضغط بنقطة واحدة، الانسحاب ثابت. الحجة ديال المغرب قوية، توقف طويل ضرب التركيز النفسي للاعبين وتسبب في ضياع اللقب، وهذا الشيء غير قانوني. يعني الملف ماشي غير كروي بل ملف قانوني ونفسي ثقيل. دابا الكاف بين نارين، ولكن السؤال اللي مازال ما لقيناش ليه جواب وهو اللي طرحناه في العنوان. الحكم نضالا كان باغي ينهي المباراة ويعلن خسارة السنغال بالانسحاب، ولكن شكون هو المسؤول الكبير اللي حبسوه وما خلاش يطبق القانون؟ شكون هذا الشخص النافذ اللي تدخل من غرفة الفار وأمره يكمل الماتش بالزز؟ هذا هو اللغز اللي غادي يفضح بزاف د الحوايج نهار تخرج القرارات الرسمية. حنا دابا أمام لحظة تاريخية، الماتش تسالف التيران ولكن الحرب يلاه بدات في المكاتب. واش انت مع تطبيق القانون وسحب اللقب من السنغال ولا كتشوف أن الماتش سالة؟ خليوا لنا آراءكم في التعاليق وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش توصل الحقيقة للجميع. كان معكم اليزيد من قناة انسكوبيكس، السلام عليكم.